لو تفتكروا في فيديو فات من 3 أسابيع تقريبا اتكلمت عن نموذج ذكاء اصطناعي صيني اسمه Z.AI اللي انا قلت ان هو بالفعل افضل بديل لشات جي بي تي وكلاود وجيميناي وغيره، واللي هو المعروف باسم GLM اللي هو ال 4.5. وبالفعل النموذج ده كتير جدا اشادوا بيه واشادوا بقوته، اشادوا كمان بسرعته، وحقيقي ممتاز. يعني انا ذات نفسي برجع له في حاجات كتير لانه بالفعل مجاني بالكامل ورائع. ولو انت دخلت عليه او انت دخلت عندك على الفيديو ورحت عندك على الرابط اللي تحت في الوصف، هتلاقي عندك ان بالفعل انا اتكلمت عليه مسبقا، وفي اصدار منه نزل جديد اللي هو الجي ال ام 4.5V، واللي يعتبر ان هو اكثر شمولا. بس للاسف الموقع ما بيدكش جميع قدرات النموذج ده، لان بالفعل النموذج ده هو اساسا مبني ان هو يكون اجنس، او مبني ان هو يكون وكيل ذكاء اصطناعي. يعني هو اساسا النموذج ده فكرته ان هو يكون وكيل ذكاء اصطناعي، يقدر يعمل لك حاجات كتير جدا، منها ان هو يصمم صور وفيديوهات وخلافه. ولكن لو انت جيت هنا عندك على الموقع الرسمي وجيت طلبت منه مثلا صمم لي صورة وردة، للاسف مش هيقدر ان هو يصمم لك ولا صور ولا فيديوهات ولا اي حاجه. لذلك النهارده هقول لك ان انت بقى ازاي تقدر تستخدمه في تصميم الصور والفيديوهات وحاجات تانية كتير بشكل مجاني بالكامل. فتابع معايا الفيديو. او زي ما انت شايف يعني هو حرفيا ما بيقدمش اي حاجه، بس هو عمل لك ورده بالكود حلو قوي. على كده لو انت رحت عندك على الرابط اللي موجود تحت في الوصف، وطبعا هتلاقي عندك هنا موقع باللغه الصينيه، هو نفس الفكره ده اللي هو عندك اللي هو الجي ال ام اللي هو ال 4.5، هو ده، بس ده يعتبر اجنس، تمام، يعتبر وكيل، يعتبر شامل حاجات كتير. فلو انت رحت عليه وحابب ان انت بقى تستخدم هنا عندك اللي هو الشات جي ال ام، ان انت تقدر تستخدمه زي شات جي بي تي اللي هو الامور النصيه، وعندك هنا اللي هو الاي اي ده اللي هو ده للصور تقريبا، تمام. تعال نترجمه عربي يا عم، هنوجع قلبنا ليه؟ ده للصور، تقدر ترسم بالذكاء الاصطناعي. عندك هنا اللي هو القراءه، ان انت تقدر ترفع عليه كتب وتناقشه فيه، وهنتكلم عليها يعني. وعندك هنا تاملات، وعندك هنا فيديو، وعندك حاجات كتير. بس انت لازم تسجل في الموقع ده عشان تقدر تاخد قدراته كامله. طب تسجل ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. هتروح هنا عندك على اللي هو الكلمة دي، بس خليها بالصينية يعني، وهتيجي هنا عندك طبعا وتحط عندك الرقم، يعني تحط هنا عندك كود الدولة، وبعد كده تحط عندك رقم تليفونك. بعد ما تحط رقم تليفونك، هتلاقي عندك ان الكلمة هنا دي بقت زرقاء، هتدوس عليها هيجي لك كود عندك على التليفون، هتحطه، هتدوس هنا عندك على الصح وتدوس هنا عندك، وانتهى الموضوع. فهنحط دلوقتي رقم التليفون عشان نستلم الكود، وبعد كده ايه يعني نسجل في الموقع. زي ما انت شايف ان انا دلوقتي دخلت، يعني فتح لي حساب او دخل لي في حسابي. يعني لو احنا هنا طبعا جينا ترجمنا عربي لان احنا مش فاهمين اي 30 نيله خالص، حتى ما فيش هنا عندي ميزه اللغه عشان اقدر ان انا اغيرها، لذلك يعني هنتعامل معاه بالصيني. عندك هنا الدردشه، زي ما انت شايف ان هو بالفعل في اللي هو النموذج ده اللي هو ال 4.5. لو انا رحت عليه وقلت له السلام عليكم بالعربي اهو، عرفني عن نفسك، هيقول لي والله انا فلان الفلاني. زي ما انت شايف اقدر ان انا استخدمه بشكل مجاني. هو في منه نسخه مدفوعه، ولكن النسخه المدفوعه بتكون في الامور المرتفعه شويه. عندك هنا تحرير ذكاء اصطناعي، ان انا احرر مثلا المساله دي واتكلم معاه او اتناقش معاه. عندك تصدير، ان انا اصدرها. عندك نسخ مارك داون تقريبا، دي ان انا انسخ النص، تمام، او يعني نسخ بالتشكيل حاجه شبه كده، والنسخ العادي، وان انا احفظ المحادثه في فولدر تقريبا او حاجه شبه كده عشان اقدر ان انا ارجع لها تاني، وده شيء كويس. واقول له هنا اعاده الكتابه والشير والكلام ده كله. فده عندك الدردشه العاديه. عندك هنا بقى الرسم بالذكاء الاصطباحي. ايه الذكاء الاصطباحي ده يا سيدي، او الرسم بيه؟ عندك هنا طبعا بيوريك اشكال الرسم عامل ازاي. القطه المشمشيه واقفه قدام جدها الاكبر ابو الهول. هنا بيقول لي انشئ او ارسم بنفس النمط. عندي مثلا ارسم بنفس النمط وخلافه، اقول له يا سيدي ارسم بنفس النمط ده، وهديله مثلا صوره عندي افتراضا يعني صوره الحوت ده، والله ما عارف اللي جاء قدامي. عندي هنا طبعا اقدر اديله الحجم اللي انا عايزه، وهقول له ازاله العلامه المائيه، بس طبعا ده لازم ان انا ادفع تقريبا، تمام. زي ما انت شايف اللي هو الفي اي بي، عشان اقدر اشيل العلامه المائيه لازم ان انا افتح اللي هي يعني اللي هي العضويه الفي اي بي. فانتظر طبعا يعني انا هنا بديله الوصف بالصيني بس عشان انا بعمل نفس الاسلوب. فهعمل توليد دلوقتي واشوف والله شكله هيبقى عامل ازاي، يعني مقارنه بينه وبين الذكاء الاصطناعي الاخر يعني. تمام، زي ما انت شايف ان يعني
دي الصورة الأصلية ودي الصورة المعدل عليها. ايه اللي قدمه في الصورة؟ مش فاهم. ما هو نفس اللي انا مقدد يعني. ده شوهها لي، شوه النصوص وشوه الكلام. طيب ايه اللي هو قدمه؟ انا معرفش. فطيب تعال نجرب حاجة تانية مثلا يا سيدي، ان انا هضيف طبعا انا اديت له صورة مرجعية. هكتب اي حاجة، ارسم لي وردة حمراء بخلفية سوداء افتراضا يعني. هنشوف هيقدر ان هو يعملها ولا لا. اهو اداني بالفعل 4 نماذج. عندي هنا اقدر اختار الاسلوب، تصوير فوتوغرافي، انمي ياباني، الوان مائية وخلافه. وعندي هنا بيكسار، وعندي هنا التعويذة تقريبا ده زي الفلاتر يعني، دقة فول الحاجات دي كلها فاهمني. فانت بتقدر يعني تظبط الصور من هنا. بس غالبا يعني هو ما عندوش ميزه ان انا اقدر اعدل لا ازاله يعني ازاله الاشياء من الذكاء الاصطناعي. بس طبعا ده محدود 10 مرات فقط. مرشح ان انا بالفعل اقدر زي اضيف فلتر فاهمني، كمثال مثلا بيكسار. وعندي استخدم كصوره مرجعيه ان انا بالفعل اخليها كسورز. يعني هو صراحه بدائي شويه، رغم ان هو بالفعل ممكن يكون شكله كويس، انما انا بالنسبه لي شكله بدائي قليلا، ولكن مجاني وده المهم. ابو بلاش مفيش احسن منه. تمام خليها لي بشكل بيكسار. ماشي. دلوقتي يا سيدي بقى اللي هو قراءة الذكاء الاصطناعي ده حرفيا ان انا اديله ملف. يعني هنا بيقول لك تم ترقية وظيفة تفسير المستندات الطويلة الأصلية إلى القراءة بالذكاء الاصطناعي. تدعم هذه الوظيفة تفسير المستندات وصفحات الويب واستخراج النقاط الرئيسية وقراءة مقارنة على الشاشة، مما يساعدك على استيعاب المعلومة بكفاءة. زي بالظبط اللي هي ال الخاص نوت بوك، اللي هي الام نوت بوك بتاعت نوت بوك. خراب عليك يا عبد اللطيف، انا بنسى والله معلش. بهي سنه احيانا. عندك اللي هو زي بالظبط النوت بوك ام، نفس الفكره تقريبا بس هنا بالصيني. وده بس صراحه يعني انا افضل جوجل يعني الصراحه. يعني انت بتديله ملفات وهو بيقراها وبيحاول ان هو يبسط لك المعلومه قدر الامكان. تآملات اللي هو الاوتو جي ال ام، افتح المتصفح للبحث في صفحات الويب واجراء العمليات. ده بقى فكرته زي اللي هو الوكيل بالظبط. يعني مثلا افتراضا ابحث في امازون عن ميكروفون عليه تقييمات كويسة وبالسعر كويس. هنا تقريبا هو بيفكر، بس هو هنا ما فتحش ويب خالص. طب هو مش فاهم كلامي؟ انفورميشن غالبا هو مش فاهم كلامي. انا كده تقريبا كده عملت ديفولت كاني قسمت على الزيرو بالظبط كده، يفضل الى ما لا نهايه. لا يا عم بلاش. انا كده كاني بالظبط قسمت على الزيرو. عارف انت لما تقسم على الزيرو تمام او الصفر، نفس الفكره كانك كده هيديك عمليه لا نهائيه. خلينا اقول له يا سيدي بالانجليزي مره تانية يا رب. بس ثاني نشوف بس ايه الاختلافات هنا. يوصى الخالق تمويل استراتيجيه اكاديميه. خلينا ده نشوف دلوقتي. غالبا دلوقتي هيفهم. شفت دلوقتي فهم. هو الاول ما كانش بيفهم، دلوقتي ابتدى يفهم. فدلوقتي ما بيقسمش على الزيرو زي ما كان بيعمل معايا. فننتظر لحد ما يخلص التفكير ده، لانه بالفعل شكله طويل قوي. طيب هو مش منطقي ان هو يفكر كل ده. يعني هو بص حرفيا كلها كلمات غالبا متشابهه. انا والله العظيم ما فاهم حاجه. فكر بالي كتير قوي. فتعالى ننسخ على الاقل هو بيقول ايه عشان افهم هو عايز ايه بالظبط، لاني حقيقي انا مش فاهم. فتعالى نشوف. طب هو بص يا جدعان، هو شكله تعبان اصلا في النقطه دي اللي هو الاوتو جي ال ام. هو شكله تعبان فيه مش كويس. فنروح للي بعده. اللي بعده ده بقى يا سيدي هو لتوليد الصور، لتوليد الفيديوهات. الحلو فيه بقى ان هو هنا بيولد. ثاني بس نترجم عربي عشان نفهم. الحلو بقى فيه يا سيدي ان هو هنا بيولد صور عندي بدقه فول اتش دي، يعني بيولد فيديوهات عندي بدقه فول اتش دي. هو ممكن لدقه 4K على فكره، بس للاسف انت لازم ان انت ترقي حساب. بس فول اتش دي على فكره ده اعلى من منصات كتير. والاهم من كل ده ان هو مجاني يا شباب، مجاني. 30 اطار تمام، جوده افضل، اسرع. طبعا انت تختار هنا عندك اللي هو القياس، عندك دقه الفيديو اللي هو الفريمات. عندك يعني 30 ابو بلاش، 60 ابو فلوس. فابو 30 كويس جدا، جوده افضل بفلوس، اسرع ممتاز جدا ببلاش. عندك هنا 5 ثواني تمام، بتعمل فيديو 5 ثواني. وعندك 10 ثواني بس طبعا بفلوس. عندك هنا تاثير الفيديو الذكاء الاصطناعي طبعا للاسف من غير يعني بدون صوت ببلاش، بصوت بفلوس. عندك هنا ازاله علامه مائيه نفس الفكره. عندك هنا تاثير الذكاء الاصطناعي، اقدر ان انا مثلا والله يعني مثلا اديله الذكاء الاصطناعي. طبعا عندك هنا مثلا يعني هنا بيقول لك حضن تمام، او يعني انت تقدر تديله اي حاجه كان تاثير، او اطلب منه الطلب اللي انت عايزه بشكل مباشر. فانا يا سيدي هطلب منه طلب كده، اقول له مثلا يا سيدي يعني عربيه او سياره فيراري حمراء تجري في وسط الأهرامات في القاهرة الجيزة.
خلينا نشوف، والله ما عارف دلوقتي. او مديله عندي الوصف واديله انتر، وخلينا ننتظر نشوف هيقدر ان هو يعملها لي ازاي وايه الوقت المستغرق. فننتظر. تمام، زي ما انتم شايفين دلوقتي ان هو خلص. يعني الصراحه ما اخدش معايا كتير قوي. يعني لو انت مثلا قاعد بتقلب في الريلز رحت عملت لك كوبايه شاي، لا يعني في نفس الوقت ده، فاهمني. تعالى دلوقتي نشوف جوده الفيديو. جوده الفيديو صراحه ممتازه يا جدعان. ايه ده؟ لا والله حقيقي عجبتني جدا. يعني انا تقريبا عملت فيديوهات كتيره بنفس الوصف. اكتر وصف واقعي انا شفته او اكتر فيديو واقعي انا شفته الى الان هو ده. الفيديو ممتاز جدا وبحمله دلوقتي اهو ببلاش. هو طبعا انا ما اعرفش الصراحه هو بيديني كام فيديو، بس شايفين جوده الفيديو عامل ازاي. طب خلينا نعمل فيديو تاني بس المره دي بصوره بقى، يعني نحرك صوره. هقول له يا سيدي انا عايزها بالمقاس ده، وهقول له ضيفها. واقدر بقى ان انا طبعا اقدر اضيف صوره تانية اذا كان اند او يعني بدايه ونهايه. طيب هقول له يا سيدي مثلا حرك هذه الحيتان واجعلها تسبح في المحيط الرقمي. ايه رايك؟ بلعب بالقافيه. فنضيف ده و5 ثواني فول اتش دي وكل حاجه. اديله انتر وننتظر عقبال ما يخلص. خلينا نجرب ايه ده. في حاجات كتيرة تظهر او بتظهر كلمات موجهة تشينج فقط لفيديو فينست. ايه ده؟ مواجهات ثنائية اللغة بلغتين الصينية والانجليزية. مش فاهم حاجة، فمش موضوعنا، مش بتاعنا الكلام. مش فاهم حاجة. يعني الشعر يعني هنقول شعر قدام بعض صح؟ وفي حاجات كتيرة بيقول لي اذهب وجربها، فده شكلها كده حاجة حلوة. يعني في نماذج كتيرة انا مش شايفها، فاهمني. يعني هو بالفعل بيديني نماذج كتيرة مش موجودة هنا وانا مش شايفها هنا وعندي. فطبعا عندك بقى هنا في تحليل البيانات زي ما انت شايف. انا عايز اجرب ايه اللعبة الاكثر دقة دي. ده عشان خاطر اللي انا اشترك يعني. لا خلاص، هو يعني 19 ين مش غالي على فكرة برضه. طيب فعموما انا شايف ان هو بالفعل سريع. هو طبعا بيقول لي يعني الانتظار هياخد 5 دقايق فبيس يعني. فانا صراحة شايف ان هو ممتاز جدا. عدد فيديوهات غير محدود الى الان. ما شفتش مثلا بيقول لي والله انت هتاخد افتراضا عدد محدد من الفيديوهات. وجوده الفيديو زي ما انتم شفتم ممتاز جدا. حقيقة عجبني جدا. 1000 يعني 1920 في 1080 فيديو 5 ثواني. والجوده نفسها ممتازه جدا الصراحه. يعني انت اساسا مش محتاج ان انت تعمل لها ابجريد اساسا او يعني تحسين من برامج اللي هي بتحسن الفيديوهات بالاي اي. لا هو اساسا بالفعل طالع ممتاز لوحده. فهسيب لك انا رابط تحت في الوصف، خش جربه شوفه قول لي رايك تحت في التعليقات. بالفعل الموقع عجبك ولا لا؟ الفيديو عجبك ولا لا؟ وما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لانه بيساعد. وبس مفيش حاجه تانية في، بس اللي هو الانالايز ده اللي هو المتعلق بالتحليل. فانا الصراحه يعني انت بقى خش واستكشفه بنفسك. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد ومع السلامه.